نكون يعطيك العافيه. شكرا لك. خليل البلوشي من ارضيه الملعب او مدرجات استاد البصره الدولي يعلق على احداث هذه المباراه بعد نشيد العراق الوطني ونشيدنا الوطني. تفضل خليل. لإعطاء صافرة البداية لأول مباريات الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس الخليج ما بين المنتخب العراقي الذي يلعب في ملعبه عن الآمال، وكرة بعد ذلك تعود الآن لمصلحة العنابي. لمسة عن طريق علي أسد، محاولة مرور الآن أمامية ملعوبة الآن، انطلاقة من همام الأمين، لكن جلال حسن في التوقيت قابل العنابي لم يلعب ولا مرة في المرات الأربع السابقة ركلات الترجيح من خلال النظام الجديد، لكن لعبها ضد العراق بمحاولة رأسية. أسود الرافدين وعن طريق الأبرز إبراهيم بايش جاب البشارة، جابها وسجل أول أهداف اللقاء ليتقدم لمصلحة أسود الرافدين بعد كرة. هذه المحاولة وهذه الراسية والمتابعة لا 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 بايش وبأي طريقة وبأي أسلوب ارتدت من مشعل برشم وواصل بعد ذلك وأكملها في داخل الشباك ليعلن عن أول الأهداف. أي هدف حتى هذه اللحظة وصولا إلى المباراة الرابعة من منافسات هذه البطولة ووصولا إلى الدور نصف النهائي. كرة بمحاولة من محمد وعد، أمامية ملعوبة تصل إلى أحمد علاء داخل منطقة الجزاء، خروج من جلال حسن لا زالت مستمرة وقائمة. سراج ينير الطريق من أجل العودة ويسجل التعديل ويعود بالعنابي. هذه الكرة أعادها من العدم وصلت بعد ذلك إلى سراج. لا 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 أخطأ جلال واستغل عمرو سراج يسجل التعديل ويعيد العنابي للمواجهة ويعدل النتيجة. مباريات الحديث عندما تتجول في البصرة تشعر أن الكل يبتسم، تشعر أن المدينة تبتسم في كل من يجي أو يأتي إلى مدينة البصرة لمشاهدة بطولة كأس الخليج. تحدث العراق أو هذا آلاي فاضل هو من يعيدها ويستعيدها للمنتخب العراقي. نلعب في 3 دقائق أخيرة مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس أينما كنتم. كرة بمحاولة أمامية ملعوبة خطيرة، لا وجود للراية، لكن مشعل برشم لا زالت مستمرة وقائمة تسديد. لا تخطئ أمام أيمن حسين فإنه سيعاقبك مباشرة. يأتي التقدم، يعود ويستعيد الأمور ويتقدم بالهدف الثاني بعد خطأ دفاعي يستغله بالصورة المطلوبة ويسجل 3 أهداف لينفرد بصدارة الهدافين وليضع العراق في المقدمة. هذه الخطأ يأتي عن طريق مدبو واستغلال الخطأ يأتي من أيمن حسين يسجل ويتقدم لمصلحة أسود الرافدين. يتقدم قبل نهاية أحداث هذا الشوط ونهاية الوقت بدل الضائع بينما يسعى العنابي لإدراك التعادل من خلال الدقائق القادمة. كرة بمحاولة تصل في الجهة اليسرى عن طريق همام الأمين، عرضية جلال حسن
في التوقيت المناسب، لكن ملعوبة بشكل مثالي وحلو، وعرضية تأتي بأقدام اللاعب أنجي. ينتظر إعلان نهاية أحداث شوط المباراة الأول. نعم، ينتهي الآن بتقدم أسود الرافدين بهدفين مقابل هدف واحد في شوط أول رائع ما بين المنتخبين. تقدم من ضيوفك الكرام في المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، مرحبا بكم هنا من استاد احمد راضي هدافا لبطولة كأس الخليج 88 مناصفة مع اللاعب الاماراتي زهير بخيت. وظهر اخيرا علاء عبد الزهرة عندما ايضا هو الاخر كان حاضرا على مستوى هذه الكرة بمحاولة عمرو سراج من اجل التعديل. لا زالت مستمرة وقائمة، لا زالت حاضرة. جلال حسن، جلال اصطدمت في العارضة كرة اللاعب عمرو سراج. هذه المحاولة، هذه الكرة عن طريق محمد وعد إلى عمرو سراج، وعمرو سدد، لكن كرته تصطدم في العارضة لتمنع العنابي من الوصول إلى التعادل. خطيرة خطيرة في بداية شوط المباراة الثاني. كرة بالقدم اليمنى لعمرو سراج، ومحاولة بعد ذلك. كما ذكرت هنالك غاية أسمى من هذه البطولة. كرة تصل إلى حسين علي في الجهة اليسرى لمصلحة المنتخب العراقي، عرضية داخل منطقة الجزاء، طالت على أيمن حسين. سلامات 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 لأيمن حسين. في اللقطة الماضية يبدو بأنه تعرض إلى إصابة عضلية على مستوى العضلة الضامة من خلال هذه الكرة، وهذه المحاولة عرضية من حسين علي طالت على أيمن حسين، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. سلامات بجائزة الهداف. العراق أيضا قدمت حسين سعيد أفضل لاعب في خليج 7، وقدمت فلاح حسن أفضل لاعب في خليج 5، وقدمت مين منذ ذلك التاريخ منذ خليج 7. كرة بمحاولة ملعوبة، تسديدة تأتي لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. الكرة تصل إلى أن تكون حاضرة بركلة مرمى عند حارس المرمى مشعل برشا. هذه الكرة وهذه المحاولة اللي كان من خلالها الخطأ والبطاقة الصميم. يعيد الكرة والمحاولة لمصلحة المنتخب العنابي. العنابي الآن أمامية ملعوبة إلى أحمد علاء، طالت وصلت سهلة عند حارس المرمى. التسديد المباشر، يبحث عن اصطياد المرمى. مشعل في المرمى، علي يفكر في التسديد من هذا المكان، يترك الكرة والمحاولة والتسديد. حلوة من الاثنين، حلوة من الاثنين البداية والتسديدة التي لم تكن من علي، ما كانت من علي، من ضرغام. ضرغام هو اللي سدد، والتصدي يأتي من مشعل برشا. حلوة الكرة، التنفيذ كان جميل والتصدي كان أجمل، والكرة بعد ذلك تبعد إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية تماس على تنفيذها شيركو كريم. يلعب المحاولة داخل منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة رأسية. لا 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 لا. مشعل يرتقي ويبعد كرة اللاعب أيمن حسين، يبعد كرة أيمن حسين. هذه الكرة وهذه المحاولة، وهنا الرأسية من أيمن، ومشعل في التوقيت المناسب. مشعل في التوقيت المناسب يبعد كرة أيمن، وهذه أيضا حلوة من الاثنين. أيمن حاول استغلال تقدم حارس المرمى، ومشعل لأحداث الدور نصف النهائي. كرة لمصلحة العراق الآن، محاولة من كرة ثابتة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، خطيرة جدا. سالم الهاجري أبعد الكرة لكنها اصطدمت في العارضة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركنية هذه الكرة بالقدم اليسرى لضرغام إسماعيل، لكن سريع جدا على جائزة الأفضل من خلال أحداث هذا اللقاء. مشعل قدم أداء رائع في هذه المباراة. كرة بمحاولة خطيرة لمصلحة المنتخب العراقي، لا زالت مستمرة وقائمة، وصلت بعد ذلك من محمد وعد، خطيرة. لا 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 لا، ضاعت من أمجد عطوان، ضاعت فرصة نهاية المباراة وإنهاء الأمور من أمجد عطوان، ومرت بجوار القائم، مرت بجوار القائم إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى، ركلة مرمى. تشتعل الأجواء، تشتعل الأجواء
في كرة بمحاولة ملعوبة الآن في اللحظات الأخيرة عن طريق يوسف عبد الرزاق، يلعبها إلى محمد وعد، تسديدة تأتي من محمد بعيدة تماما عن المرمى إلى خارج أرضية الملعب. دموع الفرح ويجعلكم لا تبكون إلا فرحا يا أهل العراق، إن شاء الله ما تبكون إلا من فرح، إلا من فرح. صافرة النهاية، نهاية الأحداث، العراق إلى نهائي خليجي 25، إلى المباراة النهائية للمرة الثانية بعد خليجي 21. خليجي 25 يتأهل من خلاله المنتخب العراقي إلى المباراة النهائية بانتظار الفائز من البحرين وعمان بعد هذا اللقاء.